حريرة رمضان كما يحب الخاطر، بنينة حارة حمراء بالمقادير المضبوطة. المبتدئة اللي ما تنجحلهاش أكيد راح تدعي لي في هذا الوصفة إذا جربتيها، على بالي ما كيش راح تبدليها وتعتمديها بإذن الله. هايلة في البنة، في المذاق، في القوام، في كلش. تحمر لك وجهك قدام ضيوفك، وثاني في الطاولة كطبق من أطباق رمضان اللي ما كانش طارت ما تخلاش منها الحريرة. بلا ما نطول عليكم راح نبدا لكم الفيديو لنهار اليوم. أهلا وسهلا ومرحبا اللي راهم يستناو في الفيديو، راني وجدت لكم على السريع وراح نحط ونبدا في المقادير إن شاء الله. كأول مكون رئيسي اللي نحتاجوه في هذا الوصفة تاعنا تاع الحريرة هما الخضراء، يحبوا يكونوا طازجين جدد هايلين. منهم درت 2 حبات كبار تاع الطوماطيش، درت 2 حبات كبار من البصل، وزرودية حوالي رطل ولا اكثر مرطل. هذه الكميه زودت على يومين، يعني تنحينا يعني كميه كبيره. ما نساوش الكرفس كاهم حاجه، وثاني الدبشه والثوم والتوابل اللي لازم علينا نديروهم حرفيا باش هكذا تخرج بنينه الحريره تاعكم ولا اروع. اللحم في مقدوركم في استطاعة تاعكم، يعني تقدروا ديروها باللحم والدجاج، تقدروا ديروها بالدجاج وحده، تقدروا ديروها باللحم وحده. في كلتا الحالتين واش قدرتوا ديروا، حتى تقدروا ديروها حتى بالكركاس تجي بنينه. درتها في كلتا الحالات، راني ندير فيها يعني واش يكون عندي في الدار نديرها تجي بنتها روعه. تحبوا ديروا الزيت نباتي ولا سمن ولا مارغرين كما تحبوا. انا هنا استغنيت لانه داك الطرف تاع اللحم فيه الدسم. هنايا درت دوك 2 حبات بصلين قطعت عشوائي، فقط طماطم والبصل والجزر، يعني كما تحبوا تقطعوهم حتى تقدروا تخليوهم هكذاك طوال، لانه بعدها راحين نرحيوهم. هذاك الراس تاع الثوم يعني كان صغير درته كامل. تحب الحريره ثاني الثوم. وراح ندير هنا الدبشه ونلهوثهم كامل. بقط العطريه اللي هما الدبشه والكرافس، تحب ثاني الدبشه والكرافس، وتحب ثاني التوابل اللي راح نعطيها لكم في هذا الفيديو. راني خليت لكم رابط تاع التوابل في صندوق الوصف. الملح ديروا مش موالفين ديروا على حساب الاكل تاعكم، ونديروا 4 ملعقه من هذه التوابل. راني جمعتهم كامل في هذا البلاره. دوك نقول لكم واش فيها كامل هذا البلاره باش تقدروا ديروا كامل التوابل اللي فيها. ديروا 4 ملعقه صغيره من فلفل كحل، كرويه، حبه الحلاوه، قرفه، ايضا زنجبيل، وايضا راح نديروا كركم، ثم كل واحد ديروا نصف ملعقه صغيره، وفلفل الاحمر ديروا اكيد ملعقه كبيره. تحبوا ديروها حاره ولا تحبوا ديروها حلوه ولا تخلطوها ما بين الحار والحلو. انا كامل هذه التوابل البنات راني درتهم في بلاره وخليتهم سبيسيال تاع الحريره. ونديروا طوماطيش المصبره ملعقه كبيره تكون تاع الطماطم المصبره هكذا باش تعطينا البنه. يعني هذو الحوايج كامل راهم ضروريين ما تقدروش تستغناو عليهم الا الطماطم المصبره اللي يحب ينحيها معليش. هنا زدت شويه فلفل الاحمر هكذا باش تجيني بزاف حمراء، وثاني تجي شويه فيها نسمه الحراره. في المقادير المضبوطه درت 2 يطرات من الماء، 2 طيسان من هذو طيسان يهزوا يطره تاع ماء. نغطي الخضره تاعي كامل حتى تتغطى لي الخضره، ونسكر عليها في لاكوكوت. من اسرع الوصفات تقدر توجد لكم في نص ساعه اذا درتوها في لاكوكوت تاعكم، يعني ما تحكمش اليد. اللي يحب يدير جامبو يدير عادي، اللي يحب يستغنى عليه يستغنى عليه. نخلط كامل ونديرها الطيب، نسكر عليها ونديرها الطيب حوالي نص ساعه، ونرجع ليها نلقى الحريره تاعي واجده. ما تبقى لنا غير الرحيد تاعها. انا البنات نسيت عود تاع القرفه، لازم نضيفوا لها عود تاع قرفه اكيد ضروري. العود تاع القرفه راني استعودت ضفتو نسيتو في البدايه. نفتح عليها واكيد راح نحي كامل هذاك اللحم ونحي ذيك الدبشه والكرافس نخليهم جانبا. وما تنساوش العود تاع القرفه ثاني لازم يتنحى. واذا عندكم براميكسر او عندكم ميكسر او اي حاجه مولفين ترحيو بها، لازم هنا حاجه تكون تخرج لنا المرق ليس. يعني تقدروا ثاني تستعملوا ذيك الرحايه تاع اليد تاع بكري كنا نرحيو بها زمان الرحايه قبل ما نستعملوا هذو البراميكسر وذو الحوايج ثاني. تقدروا اللي ما عندهاش يعني البراميكسر نرحيها مليح
مليح مليح تاني يولي القوام تاعها ليس. بعدها نزيد نضيف باقه اخرى تاع الدبشه وثاني ربع ملعقه. هذو التوابل خليتهم مع الاخر باش تعطينا واحد النكهه هايله، يعني ديروا ربع ملعقه كبيره في البدايه وربع ملعقه مع الاخر. نحرك كامل وحنوجدوه هنا راهم على شكل بويون، نقلبوها على شكل حريره. نوجدوا لها الخليط تاعها من الفارينه. انا ما نحبهاش تجي عاقده بزاف نحبها تجي متوسطه القوام تاعها. درت زوج مغارف كبار من الفارينه، راح نحركهم بارد في بارد مع الماء ونميكسيهم باش ما يقعدوليش حبيبات. دوك تشوفوا القوام تاع الحريره تاعي. اذا حبيتوها اكثر يعني تكون عاقده اكثر من هذا الشيء، ديروا 3 ملاعق من الفارينه. هنا نضيفوا الفارينه تاعنا تدريجيا، الخليط هذا تاع الفارينه والماء تدريجيا ونحركوا، رانا نضيفوا ونحركوا ونخليوه يغلي حوالي 5 دقائق ونطفيو عليه. وتلقاو الحريره تاعكم وصلت للقوام تاعنا. مازال راني راح نخليها تغلي. كفكره برك الدبشه هذه كي ديروها حركوا كامل البرمه تاعكم بالمغرف. هذا الدبشه هذه راهي تتلهوث لكم كامل على المغرف وتنحيوها بكل سهوله، يعني ما تدقدق لكم، ما تفتت لكم هنايا. نحيها ونخليها حوالي 5 دقائق. وفي التقديم الحريره تاعنا تحب النعناع يكون خضر جديد باش النكهه تاعو تقعد في الحريره. وجربوها وعلى بالي بلي راح تدعيوا لي ان شاء الله. دائما معتمدتها تجي واحد الحريره روعه ما شاء الله. من في التوابل تاعها يعني كامله ومكموله بهذه التوابل. والوصفه اللي عطيتها لكم تقدروا ديروها في رمضان، ديروها وعينكم مغمضين. هذا هو القوام. اذا حبيتوها تجيكم اكثر خثاره من هذا الشيء ديروا 3 ملاعق من الفارينه. يعني هذا القوام راهو بالنسبه لي جيد جدا وهايل ويفي بالغرض تاعو مليح. يعني هذا القوام بزاف وكل واحد والذوق تاعو، يبقى كل واحد والذوق تاعو. تقدروا تزودوا كما قلت لكم على يومين الحريره نخدمها. والروتين اللي خدمت فيه هذا الفيديو تاع الحريره اللي ما شافتنيش ومش موالفه تتبع القناه نخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف ومثبت في اول تعليق. وكما تعرفوا الحريره تاعنا نحبوا نرافقوها دائما بالمطلوع يكون سخون. وفي الطبق وفي المائده اللي حضرتها ذاك هو طاجين تاع الجبن، واكيد السلطه بالماسيدوان درتها على شكل فردي. نتلاقاو في فيديوهات مقبله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.